السلام عليكم. النهاردة بس أنا فهمت ليه ربنا إدى للفقير صحة وإدى للغني فلوس كتير بس خد منه الصحة، أو صحته تعبانة أو عليلة وماشي دايما بأدوية. النهاردة بس أنا فهمت الموضوع ده بسبب الدكتور ضياء العوضي. الدكتور ضياء العوضي فهمنا إن الصحة بتيجي عن طريق الأكل المغذي، الأكل اللي فيه فايدة. أما يا عيني ناكل فراخ وناكل بيض والاقي نفسي تعبت، والناس تجي لها التهابات وناس ماشيه بكاس دواء. ودايما تلاقي الغني يعني ايه يقول للفقير ما تبصش للفلوس اللي معايا، ما تعرفش اللي فيا، عشان اللي فيه صعب. هو بياكل فراخ وبيض ولحمه وحاجات كتيره قوي مضره بيه، في حين الفقير يا عيني يوم ما يتمعظم ياكل له سندوتش فول، ياكل له سندوتش بطاطس. واغلب الفقراء عشان تبقوا عارفين عايشين على حاجتين اتنين اساسيين، البطاطس والبتنجان، ما بيفرقوش بيت الفقير. الطعميه مطحونه، بيبقى عباره عن خضار مطحون. حتى الدكتور ضياء قال لك مسموح بيها مرتين في الاسبوع الطعميه. عشان كده دايما الفقير تلاقي ربنا مديله صحه بس معهوش فلوس، والغني معاه فلوس بس مش عارف يستمتع بيها لانه تعبان وممنوع من كل حاجه، ومش عارف ليه هو ممنوع وعايش على حاجات غلط. يقولوا له خد زبادي بالليل وكل لك طبق السلطه، وهم مش عارفين ان هو كده ده بيضروه اكتر وصحته تفضل عليه اكتر. وخليك في حته الفراخ وشوربه الفراخ والمسلوق. ويا عيني اتهرى الغني، اتهرى وهو مش عارف معاه فلوس ومش عارف يعيش زي البني ادمين. والفقير ممكن ربنا يديله معده تاكل، يقول لك الفقير معدته تبلع تاكل الزلط. ليه تاكل الزلط؟ انت ما الزلط ممكن يكون صحي يعني، الله اعلم، مش ناقصه كمان يعني. بس والله دي اول مره افهم الحكايه دي بتاعت ان الغني معاه فلوس بس معهوش صحه، والفقير ربنا مديله صحه بس معهوش فلوس. دي اول مره افهم، فقلت اقولها لكم، ومعلومه كده جت في دماغي فحبيت اشاركها معاكم. تحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.